ليه واحدة في سنها يحصل فيها كده وتتعرض لموقف زي ده؟ المشكلة ان هي حتى بعد ما وجعت ما رحمهاش ولا رحم سنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل للجهات المختصة والشخص اللي عمل كده نشوف صورته منورة وزارة الداخلية. واللي حصل ان من يومين في محافظة الدقهلية وبالتحديد مركز الجمالية ست عندها أكتر من 63 سنة واقفة قدام بيتها بتتكلم مع جارتها عن مشكلة حصلت عندها في الشقة اللي فوق. طيب المشكلة دي كانت إيه؟ في مشكلة حصلت في الكهرباء. مين بقى السبب فيها؟ العربية العالية اللي ظاهرة في الفيديو قدام حضراتكم، وهي معدية عملت مشكلة تقريبا في السلك ففصلت عندها الشقة فوق، السلك اتقطع، عملت قفلة. المهم انه حصل مشكلة عندها وبتتكلم مع جارتها عن المشكلة اللي حصلت. طبعا صاحب الشغل او المسؤول عنه واحد من سن اولادها اللي راكب المكنة واللي ظاهر في الفيديو قدام حضراتكم، سمعها وهي بتشتكي، مش جاي يتكلم ولا جاي يتحاور، لا، ولا حتى جاي عايز يتخانق، ده بالفعل جاي يتخانق. يعني واحدة عندها 63 سنة اكبر من والدتك بمراحل، المفروض لما تتكلم معاها بهدوء وبأدب. يا أخي اعذر سنها واحترمها مهما صدر منها، دي واحدة مريضة قلب ومريضة سكر ومريضة ضغط وبتتحرك وبتتكلم بالعافية. أولادها الثلاثة متغربين في دول بره على أكل عيشهم، أما عن زوجها فراجل كبير في السن ملازم الفراش. والله صدر منها أي حاجة احترمها واحترم سنها وشوف حد اتكلم معاه في اللي هي عملته. لكن اللي ظاهر في الفيديو انت اللي غلطان مليون في المية. مش بس كده، ده انت لازم تتحاسب بسرعة جدا على اللي عملته فيها. وتعالوا يا حضرات نشوفوا الفيديو مع بعض واعرض لكم الصور اوريكم حالتها عامله ازاي من اللي عملوا فيها. بس يا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل مشاركه للفيديو ده وفي كل مكان علشان الست الكبيره دي تاخد حقها. زي ما انتم شايفين اهو طالعه بتتكلم عن المشكله اللي حصلت في الشقه فوق. طبعا هو راكب المكنه وراكن قدام العربيه، فبدل ما يجي مثلا ويتكلم ايه اللي حصل عندك وحقك علينا، احنا غلطانين ان كان في غلط صدر مننا، لا، ولا حتى ده شكل واحد جاي عايز يعمل خناقه، ده من طريقة كلامه وتوشويح ايديه بيقول ان هو بيتخانق بالفعل. يعني بص ركز على طريقة الكلام كده هتلاقيه بيزعق وبيشوح بايديه مش من بعيد، لا، ده جاي في وشها، ست كبيرة في السن زي دي بيزعق في وشها وبيشوح في وشها بايديه. فطبعا زقته اللي هو ابعد عني، يسكت هو ويحترم نفسه ويقول لا دي ست اكبر من امي بمراحل، ست مريضة، او حتى يسمع للشخص اللي بيحوشه عنها، لا، ده يمسك الشخص ويخبطها بيه. يعني بص كده مسك الشخص اللي بيحوشه عن الشر وخبط به الست، اتخبطت في الحيطه اللي ورا او اتخبطت في الباب. فهنا خلاص انت مش محترم نفسك ولا محترم الست الكبيره اللي قدامك، وكمان بتضربني. شافت اللي بيحصل فيها ده اهانه كبيره فيها فردت عليه. المهم ان هو هنا فلت من الشخص اللي بيحوشه وكان هيضرب اللي بيحوشه ودخل وعلى طول ضرب فيها. يعني بص نزل فيها بايدين الاتنين. ست كبيره زي دي اكبر من 63 سنه صاحبه امراض، طبعا ما استحملتش، وقعت على الارض. منظر صعب جدا. يعني ليه ست في سنها يحصل فيها كده؟ ومن مين؟ من واحد من دور عيالها. يعني هو نفسه لو قلت له ترضى امك يتعمل فيها كده وتوجع الوجعه دي في الشارع ويحصل فيها اللي يحصل ده، هيقول لك لا، مش هيقبلها، والله ما هيقبلها على نفسه. بدأت الناس هنا تتلم وتحوشوا عنها، والست لسه واقعه على الارض مش قادره تقوم من اللي حصل فيها. واللي زاد وغطى ما اكتفاش باللي عملوا فيها، وقع على الارض وتمشى عليها. يعني شوف ضربها بالرجل. ليه كده يا اخي؟ هي عملت لك ايه اصلا؟ يعني حتى الست اللي جات في الاول وحاشته عنها واضح ان هي تعرفه، بعدها اتحجزت عليها. يعني هي في ايه ولا في ايه؟ ما هي قدامك واقعه على الارض من اللي حصل فيها. ولحد هنا تعال اقول لك اللي حصل فيها بعد اللي عملوا فيها الشاب ده. بص الصور، شوف الصور قدام حضراتكم. حد يقبلها على نفسه؟ حد يقبلها على امه؟ ست كبيره في السن صاحبه امراض اكبر من 63 سنه يحصل فيها كده. انت بتتعافى على مين ولا انت بتبين قوتك على مين؟ على واحده ست وكمان مسنه، يعني كان ممكن تروح فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت يا جماعه كل اللي بيشوفني دلوقتي وعلشان نشوف صورته منور وزاره الداخليه وحق الست دي يرجع، يا ريت الكل يعمل مشاركه للفيديو ده وفي كل مكان. بس كده اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.